بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 26 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. نبضد إلى موضوع طهارة البدل. قلنا الطهارة طهارتان: طهارة مائية هي الأصل، وطهارة ترابية هي البدل. يعني بنادم هذا يغلظ سوامان ما إلا يسعى العذر. نشرح ذاك الأعذار درسني عدان. هذه تيمم الصعيد الطيب، ونبثقي من رحمة الشريعة، من رحمة الله بنا. ربنا عز وجل رفع عنا الحرج في آية كثيرة ذكرناها، نكرر ذكرها ترسيخا لها. قال الله عز وجل في سورة الحج في الآية الأخيرة، الآية 78: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآية ثانقروا في ديوسان سورة الحج الآية 78: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ذي الآية 185 من سورة البقرة: ربنا يريد الله بكم اليسر. ربي يبغى ليسر ليسر ليسر. يعني قبل قارنا كون يفكر ربي السر ليسر ليسر ذي كل شيء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويبغى راه تضيق فلان في حرج. والآيات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين، كما ثبت: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهو الذي قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ربي في كياس هذه الهبة، هذه المنحة، هذه الكرامة، إنك الأرض ياك يجعلت ربي طيب، يعني مسجدا وطهورا. الزاد الجامع هوني الذي الخلا، هذه زاد الخلا يلقض الزمور يخدم فلاح غندايلا غدا مسافر، هذه الزال ديال الخلا. المهم يكون مكان طيب، هذا شرحناه فيما سبق. وطهورة المعنى يس اوليو ذمان هذا يغال ذكال، هذا يغال ذازرو، هذا يغال ذرمل. ثاقي يكون هضرت فلاس درسني عدنا ساقي نبض يعني درسني عدنا ساقي الدرس رقم 26. قال المصنف رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني: ومن تيمم من هؤلاء، يقصد قال المذكورين الذين ذكرهم، ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى. ميلا يعني يفهمان قبل ذي فوق الوقت استحبابا. الله يبارك، ممكن يعيد استحبابا ما دام فوق الوقت، ولكن مساعة وذا لا حرج، لأنه حينما دخل في العبادة دخل بوجه مشروع. ورب سنان: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية 43 من سورة النساء. يعني يكشم الطريقة ليجيتيم ليغال حولاش أمان، يقلبوا يوفرا يلا يكشم ديال الظليث. ذي علم الشريعة يعني لو كان مثلا يوديون مثلا نصغر يتقلب امان يتقلب ولاش يوض وقت نصليث في الشمر ديال الزليث في يد الله اكبر الزول ستيمم في الشمر ديال الزليث ابري يوندينا يوفى امان وزمالك يحبس بطل تزليثيك وفي غاك امان خاطئ لعدة اسباب. منها السبب الاول: ربنا لا تبطلوا اعمالكم. تكشمض العباده وتحبس انا ولاش تجي اروح فيها سوبريمي تكشمض داين تكشمض بنيه طهاره البدل، وهي طهاره التراب، طهاره الترابيه، وهي طهاره البدل. هي بديل عن الطهاره الاصليه، وهي الطهاره بالماء، الطهاره المائيه. النقطه نظن دخلت في الطاعه بوجه مشروع، أما كدنيا بطريقة مشروعة. بعد شو دينا إناد ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد.
ثم يعني سواء ثقي ممكن يكونوا فريضتين أو منسيتين أو سفريتين كنفون لاند مثلا مثلا إذا قد يسعى أعذار التيمم، عذر من أعذار التيمم يزول طهور ستيمم يكشم الوقت يتيمم يزول طهور ميد يبض العصر السيعيوذ التيمم مكل تظليث ستيمم، ولكن هذا هو رأي نتاع المالكية، ولكن هناك من العلماء من قال يون تيمم يكفي يجزي يبطل بما يبطل به الوضوء. أما كان يون يغل الوضوء هذه الزرق يزول لكن مثلا تزول لما تغم الوضوء يطهر ما دام يخسر الوضوء نورمال زال العصر زال المغرب زال العشاء ولا التيمم كيف ما إلا يخسرك التيمم يخسرك غداين سي نورمال مش يخسر عادي، ولكن أنا ذا بيك أم كل ثازاليث ست يمم الحقيقة، وهذا هو رأي السادة المالكية، سواء تظل حاضرتين قال طهر بسا العصر بسا نغ سفريتين يعني تفيك المغرب العشاء والزلظارة كشتلي في السفر العشاء بالقصر ركعتين والمغرب تقيم كان طهر العصر بالقصر ركعتين من الميث قضي الزلظي وثر نثايض نغ مسيتين في القضاء وني غرمن تظليث ستيمم يغرم تظليث الزولرة قبل 40 سنة ياك أمشي راه يخدم إذا كل تظليث ستيمم والتيمم يسهل ثورة استسلم إن شاء الله تعالى. أما ذا بك أكيد كان نظر تيمم يعني إذن إند ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلى آخره. أم بعد المغالينات وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد. وقد روي عن مالك شكرا. وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات وقرأي روي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب الموطأ إناد ولد مكتان تزولا ويزولنا أن يصليها بتيمم واحد. وفي الأمر ساعة والحمد لله أنه هاكل الآراء الفقهية يجي سوسعان فلانا ثقي شدنت المبدأ مدنسلا اسم مبدأ التيسير ورفع الحرج. بعد شدنا المصنف رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني والتيمم بالصعيد الطاهر ربي ذي القرآن دي سورة النساء الآية 43 يند فتيمموا صعيدا طيبا ولا شمان ساعد العذر كذا وكذا روح سكال غرمل صازر وكذا. ذا شدي قال المصنف والتيمم بالصعيد الطاهر هو ما ظهر على وجه الأرض الوذ الصعيد الطيب أي ديفانا سفلى من القاعة على وجه الأرض منها من تراب ذكال أو رمل ذرمل أو حجارة إلى آخره يعني في غد أين لك سفلى القاعة يسمي الصعيد الطيب. بعد شو دينا يضرب بيديه الأرض يعني ماذا ذات القاعة سيني فاسن تخدم ذاك سكال مباشرة القاعة سيني فاسن يضرب بيديه ماشي سينفوس سيني فاسن أكا بيديه الأرض. أم بعد شو دينا فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم ماذا زروا أتخدم كيف زروا هذا وزروا ولا شو ديدان إما ذاكال سبحان سيتان ديتاي مشطوحة ما ذاكال أديدو وكال داكي نفضهما نفضا خفيفا يا إما الصوض ولو كان ذا الصوضاك نغس خنضاك باش كانوا الانتظار هذاك مقل كان الرمزية مقل كان التيسير المهم بندم هذه الظال نغم ديون واس تفضيوني هلك يظن هذه تصليت ولا ما يقيم دي سبيطار يقول ما يصليش مست النضاعي والزوار كيلزم يغزل في سبيطار هلك
ويوك السباتاكي وسعين تارى القيمة اللي غندبع هزمان الحال أكين هذا ولا سخام أظهر ما تظليت بالك سي سبيطار سخام النوايض وين كاين يتسنم سخام القرار سكخان سي سبيطار سخام صزكا صافي ويسار لوكازيون كاري غرم لذلك تظليت إلا قبل ما زار ربي ناد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنا عبد ربي أنا ما نموت يعني في هذوك التخفيفات ذي الظل تزرى مزال سي في الدين مزمضة سي غيمي مزمضة في ذي سيفوس مزمضة في ذي سازلماز مزمضة في نكنيك مزمضة في عبوضي اش ثرنو اش نرنو ماذا تيمم كيف ولا شامان ساز العذر ذي الهلاك كذا هذا تيمم وهكذا إناد فإن تعلق بهما سنفسا شيء نفضهما نفضا خفيفا ماشي زورك ولو كان ذي صوت ناقص يخدمك نفض خفيف في السوسن ثم يمسح بهما وجهه هذه زوير الكوذميس هكا يديوس هذه الآية 43 من سورة النساء ذو ذميذا مزوارو ماشي بيبريكان لا ذو ذميذا مزوارو مثل ملاكا ذو ذميذا مزوارو من منبت الشعر الفوق في العادة لما الذقن هكايا كوذميك هذا يمسح بهما وجهه كله يعني كومبلي ماشي كان شويط كله مسحا ذا مسح ثم يضرب بيديه الأرض في السناث بالمناسبة في السناث هي السنة الأولى فرض في ثلاثة مزواروث إزمر ست مزواروث تخمض كلش تخمض هكا وذميك يفسني كان ملكة وعين ذاكي ذاين تكفى ذاين 3 سكوند 4 سكوند ذاين 5 سكوند ذاين تفرع ما تخدمت تيسناث السنة ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه يعني فوس أظلماض وإلى أن يقول ثم يمسح اليسرى باليمنى سي نورمال فوس أظلماض راه يمسحن راه يصفضن راه يمسحن يفوس راه يمسحن غير يصفضن يفوس أظلماض ثورة ذاكي يدخل يعني إن كونكليزيون تمشطوح يعني سانتيز خلاصة فرائض التيمم الآن الفرض مزوار ذي النية النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إما رفع الحدث الأصغر من الحدث الأكبر إما الوضوء الأصغر من الوضوء الأكبر يزمر ويتيمم الوضوء كي نستغلو الوضوء مشطوح إما اللي يلاس الجنابة يلاس الجنابة مش راه يخدم يدن الشيخ نسير الجنابة الفجر هذا واحد يسير ثماني صماضا وكذا بالك وديك رازي كثيفة الظليت عادي يتيمم هذا سين فافور رخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه صافي الفرض مزور ذي النية الفرض والسين الصعيد الطيب للناد ذا زروف الرمل ذا كان وكذا وثلاثة الضربة الأولى ثلاثة مزوارات وثلاثة مسح الوجه ذو ذا مزوارو ثيس 5 مسح اليدين إلى الكوعين المادة ثقي ذا الفرض هكا ميلا ألا مادة التفضيل لكن كان مادة المرفقين ثقي السنة ما تبغى تكمل مادة عادي مثل مسح ذاك ذاكي كمل دالما ذاكي هما إلا هذا صمي هذا يضيق ولا مكاث خدمة بالنسبة إلى وين مثلا ولا مكاث كساكا تكشفي مس عادي ذاكي كان يكفي سي سامبل كلشي سهل ألا ما داقي السنة ألا ما داقي الفرض الكوعين إلى المرفقين وكي السنة تيجا ذاكي مسح اليدين تيجا ذاكي 5 فرائض يقيم كان حاجة سيدنا غايث مثلا أنه وإلا قارن استنكر خاطر في كل يوم دينا كاين عجبه امشي كربينا غسلو صوامان اكل وين غدي ينان سير ذات الصوامان ذنسي غدي ينان استيمم ربنا سورة النساء الآية 43 فتيمموا صعيدا طيبا وهذا من يسر الدين والحمد لله رب العالمين.